فنانة استثنائية قدرت خلال مشوارها الفني إنها تبلغ الصفوف الأولى بجدارة، وقدرت خلال فترة قصيرة إنها تبقى نجمة مشهورة في مصر والوطن العربي، وقدرت إنها تفرض نفسها بين أسماء لها قيمة فنية وتجارية، وكمان كانت بتتمتع بالذكاء والثقافة واللباقة. وفيلم المراهقات كان بيجسد حياتها الشخصية باستثناءات بسيطة، لدرجة إنها قالت للسيناريست الكبير علي الزرقاني: هو أنت عامل قصة حياتي؟ وبالفعل قامت بإنتاج الفيلم ده، وتم الاتفاق مع الفنان رشدي أباظة علشان يجسد شخصية البطل اللي حبته مقابل أجر 3000 جنيه. وقالت إن اللي كان بيضايقها من الفنان رشدي أباظة إنه كان دايما بيأخر على ميعاد التصوير، لأنه كان بيصور أفلام تانية وقت تصوير فيلم المراهقات. ولما الفنانة ماجدة زهقت منه قررت إنها تستخبى ورا باب الاستوديو وفي إيديها شومة علشان تضربه بيها على راسه علشان ما يتأخرش مرة تانية. أما عن الحب فقالت الفنانة ماجدة إنها لما كانت في المدرسة كان كل زميلة ليها شاب بيستناها عند باب المدرسة ما عدا هي، وقالت إنها كانت بتتمنى إن يكون ليها حبيب تتكلم عنه. وقالت إن والدتها حاولت تقتلها وهي لسه جنين في بطنها، وكمان أبوها فكر إن هو يقتلها ويطلق والدتها لما الفنانة ماجدة دخلت الوسط الفني من غير ما والدها يعرف. وعن لقائها بالفنان إيهاب نافع قالت إنها قابلته أول مرة في السفارة الروسية، وأول ما شافها قرب منها وقال لها: أنا الطيار إيهاب نافع وأنا أعرف كل تفاصيل حياتك. الفنانة ماجدة قالت: وقتها حسيت إن قلبي بيدق وإن سمع أغنية لأم كلثوم بلحن جديد. وبالفعل اتجوزوا، وبعد الجواز إيهاب نافع بقى ممثل مشهور. لكن الفنانة ماجدة لاحظت إنه مش بيدي كل حياته للتمثيل، وكان بيعتبر إن التمثيل ده مرحلة من حياته، وكان بيسافر كتير بحسب طبيعة مهنته، وده ضايق جدا الفنانة ماجدة، وبدأت الخلافات بينهم لغاية ما جه اليوم اللي قالت له فيه يا أنا يا السفر، واتدخلت والدته وأخته علشان يحاولوا يصالحوهم على بعض. لكن الفنانة ماجدة رفضت وانفصلوا عن بعض. وبعد كده الفنانة ماجدة اعترفت إن ده كان خطأ منها. والفنانة ماجدة اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي. اتولدت في أوسنا بمحافظة المنوفية في 6 مايو 1931، ودخلت الفن وهي لسه صغيرة، كان عندها وقتها 15 سنة، وجمعتها علاقة بالفنان سعيد أبو بكر. لكن العلاقة دي ما اكتملتش، وبعدها فضل الممثل اللي اشتهر بدور شيبوب في فيلم عنتر بن شداد بدون جواز لحد ما مات. وأسرة الفنانة ماجدة رفضت طلب الفنان رشدي أباظة بإنه يتجوزها بسبب مغامراته العاطفية على الرغم من حبه الشديد ليها. والناقد طارق الشناوي قال إن رشدي أباظة احتفظ بالدبلة اللي كان هيقدمها للفنانة ماجدة، وكان آخر عملها فيلم ونسيت أني امرأة سنة 1994. والفنانة ماجدة توفت يوم 16 يناير 2020، وكان وقتها عندها 89 سنة.